وهي أطيب وأشهى صينية دجاج ممكن تجربوها، تتبيلة مميزة. شوفوا لي العظم كيف ما شاء الله بيفصل بكل سهولة عن اللحم، ريحتها، لونها، شكلها، طعمتها خيال. ولأستمتع فيها أكتر حبيت آكلها مع كريمة توم، كأني عم باكل شاورما وأطيب كمان. تعالوا شوفوا طريقة التحضير. لتجهيز التتبيلة بدي ملح، كزبرة ناشفة، هيل، زنجبيل، قرفة، كمون، زعتر أخضر، فلفل أسود، فلفل أحمر، وشوية كركم، ملعقتين لبن، بشر ليمونة، نص كاسة شاي من الخل، ملعقة ثوم، ملعقة كبيرة دبس فليفلة، ملعقة كبيرة دبس بندورة، وكاسة شاي زيت زيتون، وقلبتهم مع بعض كتير منيح. وهون استخدمت فخاد دجاج، ممكن تستخدموا فروج كامل، وعملت لهم هيك فتحات بالسكينة لتفوت التتبيلة بقلبهم، ونزلت عليهم بهالتتبيلة الرهيبة، وهيك عملت لهم مساج مرتب ودخلت التتبيلة بقلب الفتحات. وممكن تتركوهم ليلة كاملة بالبراد أو ساعتين. وهون حبيت حط مع شوية خضرة، قطعت بطاطا وجزر وبصل، وفيكن تحطوا فطر إذا بتحبوا كمان. صفيتهم بالصينية، والتتبيلة اللي زادت تبلت فيها الخضرة وحطيتهم بين الفخاد، غطيتهم، دخلتهم فرن حامي مشغل من فوق ومن تحت، بياخدوا وقت تقريبا ساعة. ولتاخدوا اللون الذهبي الحلو بتدهنوها من الزيت اللي نزل منه، وبترجعوا بتدخلوها على الشواية وبتعيدوا هالحركة مرتين ثلاثة. وهنا أهم فقرة بالموضوع، طفيتها بعصير الليمون والثوم، أشهى وأطيب من هيك ما في.